السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على سفرة وسام. النهاردة إن شاء الله هندلع ولادنا شوية ونعمل لهم أحلى سندوتشات ستريبس، وغير مكلفة جدا وأنضف وأحلى، وهنعمل لهم أحلى صوص واتمنى ان انتوا تجربوها لانها طريقة حلوة وسهلة وبتوفري كتير وتحفة بصراحة يعني، وتقدري تعمليها في البيت. طبعا انضف بكتير من الحاجات اللي بنجيبها من بره وما بنبقاش عارفين هي بتبقى ازاي ولا متنضفة ازاي، وطريقة سهلة ان شاء الله، واتمنى ان هي تعجبكم وتجربوها لانها بصراحة طلعت تحفة. ويا رب تنول اعجابكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ويلا بينا ندخل على مقاديرنا ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا كيلو الا ربع من صدور الفراخ، بس مش بانيه، دي اسمها موز الفراخ اللي بتبقى فوق العظمه بتاعه الصدر، يعني بتبقى قطعه الفيليه زي قطعه الفيليه اللي بتبقى في البقر بالظبط. لا، دي بقى الفيليه بتاعه الفراخ اللي بتبقى فوق العظمه بالظبط. انا بجيبها، دي اللي بيتعمل منها الاستريبس الاصلي، والمحلات ما بتاخدش الا هي دي. ده بجيبها كده وبقطعها من النص كده لان هي بتكون تخينه. على فكرة لو عملتيها بحالها كاملة كده مفيش مشكلة، بس هي بتبقى كبيرة قوي برضو على السندوتش. معايا هنا كوباية من اللبن، ومعايا هنا جنزبيل بودر، وبصل بودر، وحبهان بودر، ومعايا هنا زعتر مطحون، وفلفل اسود، وتوم بودر، ومعايا بابريكا. من كل حاجة نص معلقة. هقلب المكونات دي كلها مع بعض، يبقى توم باودر، بصل باودر، زعتر، بابريكا، حبهان باودر، جنزبيل، فلفل اسود، وهقلبهم كلهم مع بعض. وهاخد نص المقادير دي، يعني انا كده بقلبهم كويس، وهنزل بنصهم على كوباية اللبن زي ما انتوا شايفين كده. قلبتهم كويس كده، انا نزلت بنصهم على كوباية اللبن، وهسيب النص التاني هنحطها على المكونات الجافة. هنا معايا معلقة صغيرة من الملح، وهقلبهم كويس، يعني تقلبهم كويس علشان البهارات دي كلها تدوب في اللبن كويس، علشان الفراخ تشربها معاكي كويس. وانا هنا بنزل في الخلطة دي كلها كده بالفراخ، وهسيبها مش اقل من ساعتين. يعني انا هعملها كده وتسيبيها مش اقل من ساعتين، ويا سلام بقى لو تبيتها في التلاجة تكون احلى واحلى كمان. وهنا انا نزلت بنص معلقه صغيره من شطه البودره المطحونه. إيه، لو عندك اطفال وملهمش في الشطه تقدري تستغني عن الخطوه دي. زي ما انت شايفه كده، دول كانوا حوالي كيلو الا ربع. ومعايا هنا معلقه ونص، كوبايه ونص من الدقيق، وهنزل عليهم بثلاث معالق كبار من النشا، وهنزل عليهم ببقيه البهارات اللي معايا، اللي انا سبتها من لما حطيتها على اللبن، وتقلبيهم كويس. يعني كوبايتين الدقيق ليهم 4 معالق نشا، يعني كوبايه الدقيق ليها معلقتين نشا. وهنا معايا كيس من الفانيليا، وده سر الريحه اللي بتشميها عند بتوع البروستات. وهنا انا ملحتهم برضو، ملحت الدقيق، حطيت نص معلقه صغيره من الملح. هنا بقى انا مش بقلب على صينيه ولا حاجه، انا بجيب علبه ويكون لها غطا محكم، يعني تحطي في علبة بس يكون لها غطا بتقفليه كويس، بدل ما تحطي في كيس او تقلبي بايدك. لا، حطي في غطا في علبة كده واقفليها كويس، ورجيها جامد. يعني رجي زي ما انت شايفة كده، بدل ما تقلبي بايدك وتتعبي نفسك. لا، هي في علبة وتكون مقفولة كويس وترجيها، هتطلع معاكي بالظبط. يعني الكسرات اللي فيها دي والتعريجات اللي فيها دي هي دي اللي هتديكي القرمشة المظبوطة. طبعا انا هنا عملت اول طبقة، لان احنا بنرجع بنكرر العملية دي تاني. كده انا كنت شلت الفراخ من الخلطة، من خلطة اللبن بالبهارات، وهرجعها فيها بعد ما عملتها بالدقيق، وهرجعهم تاني. يعني انا برجعهم كده في الخلطة دي وهحطهم تاني في الدقيق.
زي ما انتوا شايفين كده. برضو بعمل نفس العملية، بكرر نفس العملية كده، بعمل العملية دي مرتين. يعني انا بحط في الدقيق وارجع انزل في الخلطة دي، الخلطة اللي هي باللبن، وارجع ايه انزلهم في الدقيق تاني. وزي ما انتوا شايفين كده بتديني نفس التعريجة اللي انت بتشوفيها في الكنتاكي او في القطع الاستريبس دي. طبعا انت تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها على حسب عدد افراد اسرتك وعلى حسب الموجودين عندك في البيت. هكرر نفس العملية، هحط 3 قطع ب3 قطع، يعني انا مش بكتر 3 4، ما تكتريش عن كده. وهنا انا معايا حلة نصها زيت، يعني لازم القلي يكون في حاجة عميقة. طبعا دي بتفرق معايا عن صدور الفراخ، لان القطعه اللي هي الفيليه بتاعه الفراخ دي ما بتاخدش معايا وقت زي صدور الفراخ. دي بتستوي اسرع بكتير، وبتكون ناعمه جدا في الاكل، وبتكون حلوه كده وما بتشدش، وجميله احسن من صدور الفراخ. يعني لما تيجي تعملي سندوتشات الاستريبس هاتي القطعه دي. وهنا انا مغطيه بالحله، مغطيه الحله بغطا، بس مش مغطيه للاخر، يعني ايه، مهوياه شويه كده عشان البخار برضو يطلع وعشان تستوي، وبغطيها عشان تستوي معايا كويس. هي بتاخد معايا بالظبط 4 دقايق، ما بتاخدش اكتر من كده، لان قطع الفراخ دي القطع الفيليه بتاعت الفراخ دي، او اسمها بتوع الفراخ بيقولوا عليها موز الفراخ، ما بتاخدش سوا. وهنا انا بطلع في مصفى، يعني لما تيجي تطلعي ما تطلعيش على مناديل مطبخ، لا طلعي في مصفى وبعدين حطهم على مناديل، لانك لو طلعتي على مناديل هتطرى معاكي. حتى دايما تلاقي بتوع الفلافل وبتوع المحلات الستريبس والكنتاكي والكلام ده كله ما بيطلعوش من الزيت على مناديل، بيطلعوا في مصفى. هنا زي ما انتوا شايفين جميلة ومقرمشة وواخدة التعريجات بتاعة الستريبس وتحفة. وزي ما انتوا شايفين بالظبط اهو في التصوير، جميلة جدا. والنار تكون متوسطة، خلي بالك ان النار تكون متوسطة. هنا زي ما انتوا شايفين مقرمشة واخدة التعريجات بكل سهولة وجميلة ومقرمشة وزي الفل. وتقدري تحطي شطة مع خلطة الدقيق لو انت عايزاها يعني مشطشطة كده، عايزاها حرة. هنا بقى هنعمل صوص البيك تيستي. هنا معايا كوباية من المايونيز، هنزل عليهم بنص كوباية من الكاتشب. على فكرة المايونيز ده انا كنت عاملاه في البيت، بس تقريبا مش عارفة الفيديو هيكون نزل قبليها ولا بعديها. يعني المايونيز ده انا عاملاه في البيت. وهنا بقلبهم كويس. ومعايا ده خيارتين مخللين مقطعاهم فرمهم ناعم جدا، ده من الخيار برضو اللي احنا كنا مخللينه مع بعض، اللي كنت مخللاه في فيديو معاكم. هتجيبي العيش الفينو ده اللي هو الرغيف الكبير اللي هو الحجم العائلي. بتجيبيه يا اما تعمليه بحاله يبقى شكله حلو، يا اما تقطعيه. انا هنا هقطع اهو، وهحط معلقه كده من الصوص اللي احنا عملناه ده، وهحط شريحه من الخس وكده. لو عندك جبنه من اللي هي الجبنه الشيدر اللي بتتحط مع البرجر تقدري تحطي عليها شرايح جبنه، بس انا الصراحه ما كانش عندي. انا هنا كده وحطوا صوص كاتشب وبطاطس شيبسي وكده يعني. زي ما انتوا شايفين ده بقى انا عملت الرغيف ده بحاله كده. الرغيف ده طوله 30 سنتي تقريبا، 30 سنتي بالظبط. ده اللي هو العيش الفينو الكبير. وزي ما انتوا شايفين كده انت بتعملي طبعا تعملي بقى سندوتشات على قد ما انت عايزه، او تقدري عايزه تاكليها جنب مكرونه، بس طبعا هي سندوتشات بتفرق كتير. كده انت عملتي حاجه جديده لاولادك، بدل ما تعملي الفراخ مش كل حاجه بانيه، انت تقدري زي ما انت شايفه اهو بتعملي سندوتشات. طبعا اوفر ما هتشتريه من بره بكتير. واتمنى ان الفيديو يعجبكم ونور رضاكم، وما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام.